السلام عليكم. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن أول رجل قطعت يده في الإسلام رجل أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، إن هذا ثرق. فرثي الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بدا الحزن على وجهه. فقال: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه. أنت زعلان يا رسول الله إن إحنا نقطع إيده، هو أصلا سارق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عفو يحب العفو. والله عفو يحب العفو، وما ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. ده معناه إيه؟ ده معناه إن في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن مسعود حكى قصة إن أول واحد قطع إيده في الإسلام راجل، الصحابة راحوا بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الراجل ده اتسرق، فلازم نقيم عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وشه بدا عليه ملامح الحزن وملامح الزعل. فالصحابة سألوه: يا رسول الله، أنت زعلان ليه؟ ده واحد سارق فلازم نقطع له إيده، ده لازم نقيم عليه الحد، زعلان ليه يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، يعني الشيطان هو اللي خلاه يعمل كده، وهو نفسه الأمارة بالسوء، وأنتوا كمان أعوانه. اعوانه ازاي بقى؟ اعوانه انتوا سرقتوا، ان جيتوا قلتوا بسرعه ده يا رسول الله ده سرق، يلا نقطع ايده. تمام. الدين ما فيهوش خجل، ما فيهوش خجل من انك تطبق الحدود، ما فيهوش خجل من انك لازم ده شخص سرق لازم يطبق عليه الحد ولازم يقام عليه الحد. وكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيدرأ الحدود في الشبهات، وكان دايما بيحب ان لما العبد يعمل ذنب يتوب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في اسرع وقت ممكن. وكان دايما بيحب ان الناس لما يحصل بينهم اي خلاف يتراحموا بينهم فيما بعض على الفور. يعني ما تستناش اما يحصل مشكله، لا خلاص انتوا اعفوا عن بعض وتحلوا الموضوع والكلام ده كله. ما توصلش المرحله انها تبقى فيها حدود والكلام ده كله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ده هدفه الاساسي من ربنا سبحانه. ربنا بعثه رحمه للناس، ان الناس تبقى كويسه مع بعض، الناس تبقى اصفى لبعض. فده نبي الرحمه، نبي الانسانيه. في نهايه الفيديو لو استفدت من الفيديو ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وشارك الفيديو مع غيرك عشان تاخد الاجر. السلام عليكم.